هو ليه في ناس بتبقى محبوبة على السوشيال ميديا وناس تانية لا؟ طب وايه التصرفات اللي ممكن تخليك شخص غير محبوب على السوشيال ميديا من غير ما بتحس؟ طب ما تيجي نغير صيغة السؤال، وايه اللي بيخلي الناس تحبك او تكرهك الحقيقة؟ بالظبط كده، الاتنين زي بعض. لازم تعرف ان في حاجة اسمها اخلاق واتيكيت السوشيال ميديا، وده ما بيختلفش كتير عنه في الحقيقة، بس ساعات الناس بتنسى ده على السوشيال ميديا. ده اللي بيخلي منصات التواصل الاجتماعي شيء سيء لتصرفات كتير عشوائية، او مكان آمن لتصرفات راقية ومحترمة. يعني مش كل حاجة هتكتبها لازم تروح في الاتجاه اللي دماغك بتقولك عليه، في حاجات ممكن تجرح الناس او ممكن تكون محط سخرية بعد كده. يعني لما تنزل صورة او تعليق فكر لو ده هيسبب مشكلة او اذى نفسي لحد تاني. احترامك لخصوصية الناس ده مش شيء اختياري، مش كل حاجة لازم تبقى على العام. في ناس مش بتحب تشارك تفاصيل حياتها، فخلي بالك لو انت بتنشر صور او معلومات عن حد تاني لازم تستأذنه الاول. نشر الاخبار كمان ده موضوع حساس، وخصوصا لما تبقى منقولة يعني متشيرة. ناس كتير بتحب تشير اخبار من غير ما تتأكد من صحتها، ده مش بس بيخدع الناس، ده كمان بيخلي حسابك يبقى مش موثوق فيه. فدايما اتأكد من صحة المعلومات قبل ما تنشرها، لو مش متأكد بلاش تشير. وما تنساش ان السوشيال ميديا اصلا مش مواقع اخبارية. كمان مهم انك تكون ايجابي، الناس بتحب تشوف الحاجات الجميلة والمحفزة، فلو عندك مشكلة مع حد حاول تحلها بطريقة مهذبة بينك وبينه، بدل ما يكون في بينكم جدال سخيف يتفرج عليه الناس كلها. لو رحنا للشات فخد بالك من حاجة مهمة جدا لازم تراعيها، وهي احترام الوقت. لو حد بعت لك رسالة حاول ترد عليه في اقرب وقت، ما تسيبش الناس مستنيين ردك لوقت طويل. وعلى الناحية التانية لو حد اتأخر عليك في الرد بلاش تظن فيه ظنون سيئة وانت اصلا مش شايفه ولا عارف ظروفه، ويا ريت ما يكونش فيه نقاشات حساسة اصلا على الشات. الشات ده يا دوب نتفق فيه على مواعيد، نظبط لوكيشن، نبعت لبعض شوية صور او بيانات ما ينفعش تتقال في مكالمة تليفون. حاول كمان تتجنب الاخطاء الاملائية وبلاش نكتب بالفرنك، بلاش رسائل طويلة محدش فاضي يقرا، ولو هتبعت فويس يا ريت يكون قصير وفيه الخلاصة، يا اما تتصل احسن. كمان مهم نراعي التوقيتات، فبلاش نبعت رسائل في وقت متأخر، ونحترم اوقات الراحة والنوم. ولو حد طلب منك تبعت له رقم حد تاني بلاش تملهوله في مكالمة تليفون، لانه اكيد مش هيعرف يكتب وراك. وبرضه بلاش تعمل له سكرين شوت بالرقم، لانه وارد جدا يكون سايق ومش عارف ينقل الرقم، وسهل جدا ان انت تبعت له الرقم بالطريقه الصحيحه على الواتساب مثلا. كمان اللينكات او البوستات او الاعلانات ابعتها له على الواتساب او الماسنجر عن طريق زرار الشير، وبلاش سكرين شوت عشان هيلاقي صعوبه كبيره قوي ان هو يوصل للبوست ده. ولو حصل ان انت بعت رساله على الشات بالغلط خليك شيك وما تمسحهاش عشان ما يحسش ان انت زعلان من حاجه، وخش اعمل لها تعديل وغيرها بايموجي او برساله ثانيه، وفي الحاله دي هو مش هيحس بان في اي اختلاف. احذر التهريج او السخريه على الشات حتى لو بتعمله مع نفس الشخص ده في الحقيقه، لان في الشات مش بيكون باين عليك انت بتهزر ولا بتتكلم جد. ومهما كانت الايموجي معبره عمرها ما هتمسح الاذى النفسي اللي حصل بسبب كلمه واحده بس ممكن تخرج منك من غير ما تقصد وتتفهم غلط. المهزله الكبرى بقى اللي خرجت من نطاق الاتيكيت ودخلت في نطاق خيانه الامانه هو تسجيل المكالمات لصديق او قريب واروح اسمعها لحد تاني عشان نقعد نضحك عليه او نحضر له مكيده. الحاجه الثانيه اللي للاسف ناس كتير شايفاها انها عادي هو السكرين شوت للمحادثات ونقلها للغير بشكل غير اخلاقي. انا هنا ما بتكلمش عن تسجيل مكالمات او تسجيل محادثات لاغراض الشغل او لاثبات شيء معين ممكن ينجي من قضيه او مشكله كبيره، وانتوا فاهمين انا اقصد ايه. لكن انا بتكلم عن خيانه الامانه اللي بقت للاسف تعمل مشاكل كبيره حتى بين اقرب الناس وبعضها. في عصر التكنولوجيا للاسف مش بس بقى في حاجات كتير متاحه غير اخلاقيه، لكن كمان في ناس ما بتمارسش الصفات السيئه دي غير على السوشيال ميديا، وهم في الحقيقه عايشين دور الفضيله. العصر اللي احنا فيه ده ملوش حل غير الاخلاص، لانه ببساطه هو فعل خفي لا رقيب له الا الضمير.